السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة ان شاء الله من احب الفيديوهات الى قلبي. هتقولي لي ليه؟ هقولك تابعي معايا الفيديو للنهاية ان شاء الله هتستفادي. مبدئيا كده حطي لايك للفيديو. بالله عليكم ما تنسوا اللايك لانه بيفرق. يعني اللهم لك الف حمد وشكر ان هي الحمد لله ان هي لله، كل الفيديوهات اللي انا عاملاها دي لله. فساعديني برضو حضرتك باللايك بتاعك علشان الفيديو يروح لاكتر عدد من الناس والكل يستفاد. فبحبكم جدا في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. والدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه، يعني ده سؤال جميل جدا وحبيت كده ان انا افيد به الكل. اللي هي اخت فاضلة بتقولي افضل وقت تعمل فيه العمرة، والعمرة بتاخد مدة وقت قد ايه، وافضل وقت تلمس فيه الكعبة علشان تكون الدنيا رايقة وما يكونش فيها زحام. اللي هيقول لي لمس الكعبة بدعة، هتقولي لي مثلا مش سنة، مش يعني ده بيبقى شوق، وبيبقى احنا بنبقى حاسين ان احنا لما بنوصل للكعبة كأننا يعني ايه، حاجة تانية. فطبعا انا في كل الفيديوهات بناشد وبقول ممنوع الزحام، لان الزحام هينقص من اجرك. يعني انت بتزقي وبتأذي غيرك وكده. فانا دايما في كل الفيديوهات اللي قبل كده بقالي سنة بقول لكم ممنوع الزحام، وخصوصا للنساء، فما بالك بقى للرجال. فابعدي خالص عن الزحام، وان شاء الله بدعائك ان شاء الله كل يوم هتبص تلاقي كده الطريق فتح قدامك من غير زحام ومن غير شيء. طب افضل وقت تعملي فيه العمرة ايه؟ هقولك. اولا العمرة طول النهار ما شاء الله اللهم بارك شغالة. هتبص تلاقي من اول ما تصحي من النوم لحد بالليل. طب الجو عامل ايه دلوقتي؟ الجو يوم بيبقى جميل وما شاء الله السماء صافية زي ما انت شايفة وحلو، وما شاء الله سبحان الله في لمح البصر تبص تلاقي هو مفيش برد، يعني مش ساقعة، مش هتلبسي تقيل، ولكن بتبص تلاقي فجأة الرياح اشتغلت والامطار نزلت. هي مجرد بس ان انت ايه بتبقى مش عارفة تتحركي، انما مفيش برد ومفيش اي شيء، هو بس عدم استقرار في الجو الشهر اللي احنا فيه ده بس. طيب بالنسبة بقى للشمس وللحرارة والكده، طبيعي جدا الشمس والحر. فترة الظهرية اللي هي من 10 الصبح بيبقى برضو شمس لحد قرب العصر، لحد بعد الساعة 2 كده، ده بيكون حرارة شديدة. هي بتبقى الدنيا رايقة ساعة الكعبة، يعني ساعة العمرة، او بيبقى عند صحن المطاف الدنيا رايقة شوية. ولكن الناس المريضة او الناس اللي هي يعني تعب شوية ما بتستحملش الشمس، مش هتستحمل ان هي تعمل عمرة في الوقت ده. طيب هقولك على فكرة تانية، ان انت ممكن لو انت اصلا مخلصة العمرة ورايحة بدري علشان تصلي الظهر، فتقدري ان انت تروحي هناك تطوفي حوالين الكعبة. يعني طواف اللي هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان النظر الى الكعبة ده عبادة. فاهم؟ برضو طول ما انت باصه للكعبة او طول ما انت بتطوفي حوالين الكعبة، برضو ده بيبقى ايه اللي هو تحية المسجد او كده، يعني الناس بياخدوها من كده. انما عشان تروحي تدخلي مخصوص وتطوفي حوالين الكعبة 7 مرات وتقولي ده تحية المسجد، المسجد الحرام زيه زي اي مسجد، بتروحي بتصلي ركعتين تحية للمسجد بس. انما طوافك ده بيبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني حاجة كده اضافية. فممكن تلاقي في الوقت ده الدنيا رايقة قدامك وسالكة، وتقدري ان انت ايه مع النساء كده تلمسي الكعبة او تدعي او اعملي اللي انت عايزاه يعني في الوقت ده. ده بالنسبه للناس الاصحاء اللي ايه مفيش فيهم تعب ولا اي شيء. اما بالنسبه للناس اللي هي تعبانه وكده بيسالوني بيقولوا لي العمره بتاخد وقت قد ايه. اولا حضرتك هتكوني جايه من الفندق محرمه، يا اما محرمه وانت في الطياره، او من الميقات، او ايا كان احرامك كان منين، فانت داخله صحن المطاف علشان تعملي العمره. طبعا بتختلف العمرة من شخص للتاني. ازاي؟ شخص سليم وعافي اللهم بارك على طول طواف حول الكعبة 7 مرات، وهيروح السعي ما بين الصفا والمروة على طول كده ما شاء الله مش هيكمل ساعة. ده لو هو كمان ماشي براحته كده وماشي بتأني وبخشوع علشان يدعي، مش اللي هو مجرد اماكن بيزورها وخلاص. طب حد تعبان هينفع ان هو يطوف شوية ويقعد شوية ويبقى معاه الكرسي اللي هو متحرك ده يرتاح شوية؟ عادي ينفع. عادي ينفع، ديننا سهل وديننا جميل وما شاء الله، يعني تقدري تعملي اللي انت عايزاه. اهم شيء هتحافظي بس على المحظورات اللي عليكي. اهم شيء تعدي 7 مرات طواف حول الكعبة يكون تعمليهم مظبوطين. اهم شيء السعي بتاعك بين الصفا والمروة، لان دي اركان اساسية ما ينفعش تفوتي حاجة فيهم. يعني هي اركان اساسية، يعني لو غلطتي في حاجة منهم او نسيتي او ما عملتيش حاجة منهم تجبري بدم. لو طوافك ما كانش كامل
تجبري بدم. لو ما حلتيش العمره بتاعتك ان انت تقصي اطراف شعرك تجبري بدم. فخدي بالك، انما مثلا هتطوفي حول الكعبه تعبتي، رجلك وجعتك، ظهرك وجعك، ومعاكي الكرسي تقعدي تريحي مثلا دقيقتين وبعد كده تبداي تاني، مفيش فيها مشكله خالص. كذلك في السعي ما بين الصفا والمروه، عملتي مره وقعدتي ارتحتي شويه وقمتي كملتي، مفيش فيها مشكله خالص. فطبيعي جدا الوقت، مده العمره نفسها بتختلف من شخص للتاني، هل هو سليم، هل الدنيا زحمه اصلا، ممكن يكون سليم بس هو مش حابب يزاحم حد فماشي براحته. انما هي في العموم مش هتاخد نص ساعه، ساعه بالكتير قوي، علشان يعني تبقي حاولي اخري فيها كده، حتى لو انت سليمه او حضرتك سليم طولي فيها شويه بحيث ان انت تدعي ويبقى في خشوع كده حاضر معاكي في القلب، مش مجرد كروته واماكن بتزوريها وخلاص. فخدي بالك من النقطه دي وركزي فيها، الله يرضى عليكي. اما بقى امتى الوقت، كان افضل ميعاد لينا، احنا كنا دايما بنعمل اي عمره هنعملها بنخرج من الفندق علشان نروح مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللي هو مسجد التنعيم، علشان نحرم. مثلا لو هعمل عمرة لوالدتي او لاي حد يعني انا حابة ان انا اعمل له العمرة، فكنا بنخرج من قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة على بال ما بنروح طبعا، لان احنا كنا بنركب اللي هي الاتوبيسات اللي هي مجانا دي، كنا بنركب 2 اتوبيس على طول كانوا متوفرين، فكنا بنروح بنحرم وبنرجع تاني على طول من نفس من نفس المكان، وبنمشي بنصلي الفجر. كان احيانا الفجر يدن علينا في الساحه بره، كنا بنصلي الفجر ونبتدي ندخل في مناسك العمره من بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر مباشره الدنيا ما اكدبش عليكم بتكون زحمه شويه، فبنخلص العمره بتاعتنا. وبرده كان بيبقى السعي ما بين الصفا والمروه زحام شويه، مش بتبقى الدنيا رايقه. طب امتى بتكون الدنيا رايقه؟ لما بقى بنخلص العمره، خلصنا العمره خلاص ورجعنا تاني لصحن المطاف، احنا خلاص كده خلاص ما بقيناش محرمين. ببص الاقي ايه على الساعه 8 الصبح كده الدنيا بدات بقى تروق، وخلاص بقى الناس صلت الفجر واللي خلصوا العمره وطلعوا الفنادق يرتاحوا شويه او يناموا لهم ساعتين علشان يقدروا ينزلوا تاني يصلوا المغرب، عفوا يصلوا الظهر. فبتبقى الدنيا رايقه شويه في الساعه 8 الصبح، من 8 ل 10 بيبقى ده يعني ما شاء الله انسب وقت ان انت مثلا لو حابه تلمسي فيه العمره. بتبقى الدنيا رايقه. الوقت اللي انت شايفه فيه الزحام ده كانت لسه النهار بيطلع، يعني كنا بعد صلاه الفجر كده بحوالي ساعه او حاجه كانت لسه النهار بيطلع، فكانت زحمه جدا. يعني ما شاء الله، يعني ربنا يعز المسلمين يا رب، اللهم امين. بس ما انصحش اي حد لو لقيتي اي زحام ابعدي بعيد، ومش ضروري ان انت تدخلي كده في وسط الرجال، يعني خليكي كده ايه، حافظي على نفسك من الزحام وحافظي على نفسك من الرجاله. طيب النقاب يا مراوده هنقلعه امتى وهنلبسه امتى؟ حضرتك من وانت في الميقات نويتي للعمره بتفكي النقاب وبتشيليه معاكي في الشنطه، بتحتفظي بيه. وانت في نهايه جبل المروه لو هتقصي اطراف شعرك، لو في نساء قصي، مفيش نساء ما تقصيش، بتلبسي النقاب تاني اول ما بتحلي العمره.